هنا يا حبايبي طلعنا الطاجن اهو، بسم الله ما شاء الله. شايفين الطواجن الصغيره اهي، بسم الله ما شاء الله. اللحمه دايبه دوب. شفتوا كده؟ بصوا معايا. والباميه هنا برضه اهي، بصي تتهري مهروسه معايا لسه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي يا حلوين، عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله من مطبخ ام منا هنعمل طاجن باميه باللحمه، احسن طاجن باذن الله. يلا بينا نسمي بسم الله. هنا يا حبايبي حطينا معلقه سمنه ومعلقه زيت وحتتين الدهنه، سخنوا كويس زي ما احنا شايفين كده. هننزل بيهم في ورقتين لوري، حبيتين حبهان، حبيتين مستكه، نديهم تقليبه واحده كده. وبعد كده ننزل بقى بالبصل كده، بس البصل يصفر معانا كده. دول بصلتين كبار. هنقلب كده يا دوبك هي دبلت بس معانا كده. هننزل بقى نحط التومه، حبه كزبره. بعد كده بقى هننزل باللحمه بتاعتنا، نسمي كده بسم الله. هنقلبها برضو. هننزل بقى بالتوابل بتاعتنا، حبه 7 بهارات، حبه فلفل، حبه كمون، حبه بابريكا، نص كميه الملح بس، نص الكميه ونخلي الباقي شويه. ده بقى تقريبا نقلب اللحمه اتشوحت معانا اهي. هنشوحها كده من ناحيتين تصفر بس بسيط معانا كده. هنا برضو اتشوحت من الناحيه التانيه معانا اهي، اصفر زي الناحيه التانيه اهي اهي. هنديها بقى تقليبه بقى كلها كده. مفيش بقى ريحه عامله ازاي كده. بقى هننزل بالطماطم، عصير الطماطم كميه حلوه كده عشان الطاجن يبقى حلو معانا. هنزل ببقيه حبه البابريكا معانا اهو. حبه سكر صغيرين، ونغطيها بقى تتسبك شويه بقى كده، ونشوف هنعمل ايه بعد كده. هنا يا حبايبي التسبيكه بقت كويسه كده، واللحمه بقت نص سوا كده. بقى هننزل بالباميه، بسم الله صلوا على رسول الله. هننزل بالباميه كده بقى عشان تاخد يعني 5 دقايق كده على النار، عمال ما نعمل الطشه بتاعت الطاجن. يلا بينا بقى نعمل طشه الطاجن سوا. هنا بقى يا حبايبي انا حطيت الطواجن في الفرن تسخن شويه، عمال ما نعمل الطشه بتاعتها. وهنعمل الطشه ازاي؟ هنسمي بسم الله. هنحط فصين الثوم مع حبه الكزبره، وهنقلب كويس كده. هنجيب بقى الطواجن اللي محطوطه في الفرن عشان ننزل بالطشه ديت ونحط الباميه عليها على طول. الطشه هنا معانا يا حبايبي اهي. ننزل بقى بالباميه معانا بقى الباميه كده. هننزل بقى على طول بسم الله بسم الله. انا معايا الطواجن الصغيره دي، انا بحب اعملها بس كده حلو، بتبقى جميله. كل طفل بياخد واحده كده بتبقى قدامه حلوه كده. هنفضي بقى اهي الطواجن كانت سخنه، نزلت فيها الطشه على طول. الفرن شغال برضو جوه، ندخل فيه الطواجن على طول. بس مش هتاخد بس ربع ساعه لان كل حاجه مستويه معانا. وشها بس يتحمر كده مده ربع ساعه بس. احسن طاجن تعمليه
جربيه وان شاء الله احسن طاجن تعمليه هتعمليه بالطريقه ديت على طول. الطواجن الصغيره دي جميله جدا، جربيها مش هتستغنى عنها في البيت، خصوصا البيت اللي بيبقى فيه اطفال. بس كده بقى هندخلها الفرن وربع ساعه ونجيبها مع بعض. هنا يا حبايبي بقى احنا كنا حاطين، كان ناقص شويه ملح كده، هنزود شويه ملح. حطينا نص الملح وقلنا خلي النص التاني عشان اللحمه متغيبش في السوا معانا. بس هو عايز شويه ميه كده، هنزود بس شويه ميه صغيرين كده في كل طاجن. حط بقى حته فلفل كده بقى، اللي عايزه حراق يحط حراق واللي عايزه بارد يحط بارد عشان تطلع ريحه جميله كده في التحمير في الفرن. هو هيغلي بقى وتقلب كله مع بعض. بس كده هندخله الفرن بقى ونقدمه سوا. هنا يا حبايبي طلعنا الطاجن اهو، بسم الله ما شاء الله. شايفين الطواجن الصغيره اهي، بسم الله ما شاء الله، اللحمه دايبه دوب. شفتوا كده؟ بصوا معايا. والباميه هنا برضه اهي، بصي تتهري مهروسه معايا لسه. بسم الله ما شاء الله اللحمه. تقدمي بقى مع حبه رز بشعريه مع رز ابيض ماشي. بسم الله ما شاء الله دايبه دوب اللحمه. جربوه بقى وقولوا لي رايكم ايه، وكل سنه وانتم طيبين.